السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غنجي نشارك معكم هاد الملاوي اللي كيجيو لذاذين وكيجيو بواحد الحشوه اللي هي مختلفه ولذيذه وكتجي مغيره على الوصفات ولا الحشوات اللي كنديروا دائما في التعميره ديال الرغايف اولا الملاوي. هنا خديت واحد المقله غنسلو بالبصله دقيقه وكنشحرها مزيان في الزيت وكنضيف ليها الزيتون اللي غنقطعو مزيان في الكرادة اولا ممكن ندوزو فيها شويه الزيتون كحل. كنقطعو رقيق بزاف ومن بعد كنضيف ليه شويه ديال القزبر ومعدنوس. هنا غنضيف الجبن المثلث او اي جبن عندكم اللي كتفضلوا. هنا عندي هاد الطريف ديال الموتزاريلا. هاد الجبن وهاد الموتزاريلا غير كاضافه، ممكن نديروا غير الزيتون مع زويته بلديه وشويه د الربيع شويه د الزعتر. المهم داكشي كيبقى على حسب المتوفر عندكم والاختيارات ديالكم وداكشي اللي كتفضلوا نتوما. انا هذا غير كاضافه ممكن تستغناو عليها. صافي كنخلط المكونات على هذا الشكل مزيان وكنضيف ليه شويه ديال زيت البلديه اولا غير الروميه الا ما عندكمش بلديه. هنا ضفت شويه ديال الزعتر مع شويه ديال البزر وشويه الملح لان الحشوه راها مالحه، الزيتون كيكون مالح والجبن كذلك كيكون مالح. صافي كنخلط مزيان. هاد العجينه المعتمده عندي اللي دائما كنديرها في هكا الرغايف اولا الملاوي ديال المقله اللي معمرين. هنا كندير جوج سلايف ديال الدقيق مع كاس ديال الفينو، شويه د الملحه، معلقه صغيره اما ديال العسل اولا ديال السكر سنيده وصافي. وكندير قبيصه ديال الخميره ديال الخبز غير شي شويه ما كنكثرش بزاف، خصوصا دابا مع الصيف راه دغيا كتخمر لينا العجينه. ومن الاحسن هاد الملاوي ما يكونش فيهم الخميره، كندير فيهم غير طريقه غير شي شويه ديال الخميره صافي. وكنبدا ناخذ كنقرصهم كنقطعهم على شكل مشماشات، المهم كيكونوا متوسطين ماشي صغار بزاف وماشي كبار، وكنخليهم واحد ربع ساعه باش كيطوعوا. وعاد كناخذوا الخليط ديال الزبده وديال الزيت اللي ذوبت الزبده وكنضيفها على الزيت صافي. وكنبدا نخليها حتى تبرد، يبرد داك الزيت وداك مع داك الزبده. وكنبدا ناخذ داك الكويرات ديالي وكنطلقهم على الشكل اللي شفتوا معايا. كنطلقهم مزيان وكنبدا نرش بالخليط ديال الزبده والزيت. هانتوما غتشوفوا معايا راه كناخذ هكذا كويره وكنبدا نطلقها بالزبده والزيت مزيان. وانا كنستعانه بداك الخليط ديال الزيت مع الزبده وكنبدا نطلق وكنحط الحشوه. كنحاول انني نحط الحشوه في الوسط وكنبدا نلف على هذا الشكل، المهم على الشكل الملاوي اللي كنديرو دائما. وكنرش بشويه ديال السنيده باش كيجيوني مسمدين وواقفين وفي نفس الوقت كيجيو مورقين. هاد الملاوي كيجيو صادقين 100%. الا تبعتوا هاد المراحل راه غيصدقوا معكم. ممكن هاد الملاوي تستعملوهم هكذا في رمضان، تستعملوهم في العشاء مع الحريره، في الكوتي، المهم كيجيو لذاذين صافي. كنبدا فاش كنطلقهم هكذا كنبدا نطلق غير شي شويه باش ما يتقطعوش. راه مع داك الحشوه الزيتون لا بدا كيتقطعوا واحد شويه ولكن ماشي مشكل، راه ما كيخسروش. صافي كناخذ هكذا الملويه وكنبدا نكرسها. كنكون درت المقله تسخن، كنسخنها مزيان وكنرشها بشويه الزيت وكنقرص هاد الملويه وكنهزها وكنحطها هكذا في المقله وكنبدا نقلب فيها باش كيتنفخوا ليا وكيجيو مورقين من الداخل. وكنرش شويه ديال الزيت وهما فوق المقله باش فاش كنرشوا بالزيت راه كيبداو يتنفخوا وكيبداو يتحمروا. صافي هنا راه كنبدا نحمر فيهم ونطيب فيهم حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله وكنحطهم فوق ورق ديال الطبخ باش ما كيعرقوش صافي. وكنبقى حتى كنكمل هاد الملاوي اللي عندي صافي هكذا كيتحمروا كيذهبوا. وكان هذا هما الملاوي ديال اليوم. كنتمنى ان هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوه
ما غاديش تندموا شي حاجه اللي هي جديده بزاف وشي حاجه اللي هي مختلفه. ملاوي اللي كيجيو رائعين، كيجيو خفافين، كيجيو مسمدين وحشوه اللي هي كتجي بنينه بزاف.